التجارة الإلكترونية هي بالضبط زي أي تجارة، في أخطاء كتير الناس بتُقع فيها أو بتهملها ممكن تهِد كل حاجة، وشبِّهنا إن التجارة الإلكترونية دي هي cycle أو دورية وشغّال فيها كذا قِسم، كل قِسم من دول كفيل لوحده إن هو يهدم التجارة. مثال لو الdelivery أو شركة التوصيل مش سريعة أو ما بتسلّمش الأوردرات، فأنت ضيّعت مجهودك كلّه اللي أنت عملته بسبب بس التوصيل. التسويق أو اللي بيسوّق ده مش فاهم، هتدفع budget كبيرة ومش هيحصل أي نتايج. حاجة بسيطة زي الmoderation اللي هم بيردوا على الصفحة، لو طريقة ردهم مش مناسبة أو ما بيعرفوش يبيعوا أو يعملوا upselling أو cross selling مع العميل، هتلاقي برضه المبيعات بتاعتك قلّت. الويب سايت ذات نفسه اللي هو بقى المحل بتاعك اللي هو واجهتك بطيء وفيه مشاكل، برضه العميل هييجي من الإعلان، سرعة التحميل اللي هو لمّا بيشوف الإعلان ويدوس عليه أو بطيئة، دي كفيلة بحد ذاتها الإعلان ما ينجحش. ففي عوامل كتير لازم تاخد بالك منها، ولو أنت عندك ويب سايت لازم تقسّم المشروع بتاعك لأقسام، وتخش تراجع على كل قسم وتشوف أنهي قسم هو اللي مقصّر، وده هينعكس عليك بمبيعات طبعًا كبيرة.